أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس. الحمد لله قدرنا نوصل لاخر توبيك معانا في الكورس وهو Introduction to Wireless Networking. فجهز كشكولك والقلم والرصاص الروترين كالعاده ويلا بينا نبدا عشان التوبيك ده برضو مهم جدا. كنا اتكلمنا في اول الكورس عن النتورك ميديا وقلنا ان هو الوسيط اللي الداتا هتتنقل عن طريقه، وقلنا ان ممكن يكون كيبلز في حاله لو الشبكه وايرد، او ممكن الداتا تتنقل عن طريق الراديو فريكونسي في حاله لو كانت وايرلس. والراديو فريكونسي بنرمز لها برمز ار اف، وهي عباره عن ترددات وموجات كهرومغناطيسيه بتكون مخصصه لحاجات معينه زي مثلا الاي ام والاف ام بتوع الراديو، او المايكروويف او الرادار او الواي فاي. بما انك بتدرس شبكات واي تي فطبعا اللي هيهمنا في الكلام ده كله هو الواي فاي، وده موضوعنا النهارده. منظمه اي تريبل اي دايما بتحط ستاندردز للتكنولوجيا الخاصه بالشبكات عشان اي شركه هتصنع اجهزه او تطبيقات او بروتوكولات بتستخدم التكنولوجيز دي يكون في مجموعه من القواعد والمعايير تمشي عليها. فاي تريبل اي حطت الستاندرد نيم بتاع شبكات الوايرلس 802.11 عكس الايثرنت اللي حطت له رقم 802.3. واحنا طبعا عارفين ان الايثرنت هو البروتوكول المستخدم في الشبكات الواير. في سنه 1997 اتاسست منظمه اسمها واي فاي الاينس، وكانت بتضم مجموعه من اكبر شركات الاتصالات لدعم وتطوير تقنيه الواي فاي. واي فاي الاينس مش مرتبطه بشكل مباشر بمنظمه اي تريبل اي، بس هي بتمشي على الوايرلس ستاندرد بتاعه اي تريبل اي اللي هي زي ما اتفقنا 802.11، وهي اللي بتدي الاجهزه اللي بتستخدم شبكات الوايرلس الشهادات انهم بيطبقوا المعايير اللي حاططها اي تريبل اي. والاجهزه اللي بتكون واي فاي سيرتيفايد بيكون عليها اللوجو ده، وده تقدر تشوفه على الراوتر بتاعك في البيت. عشان كده بنلاقي دايما المصطلح المستخدم اللي بيعبر عن الوايرلس نتوركينج هو الواي فاي. وكلمه واي فاي اختصار وايرلس فيديليتي. والواي فاي بيستخدم تو باندز رئيسيين، والباند هو الفريكوانسي رينج يعني مجموعه من الترددات، واول باند بيستخدمه الواي فاي هو 2.4 جيجا هرتز باند، والرينج بتاعه بيكون من 2.4 جيجا هرتز ل 2.4835 جيجا هرتز. وتاني باند من الواي فاي هو 5 جيجا هرتز باند، وده الرينج بتاعه بيكون من 5.150 جيجا هرتز لحد 5.825 جيجا هرتز. ومش مهم انك تكون عارف الرينجز، لكن اهم حاجه انك تكون عارف انه بيشتغل على اتنين مين باندز 2.4 جيجا هرتز باند و5 جيجا هرتز باند، واللي منتشر اكتر هو ال 2.4 جيجا هرتز باند. واي راوتر قديم عندك هتلاقيه بيشتغل بالباند ده، لكن طبعا الراوترات الحديثه بتلاقي فيها ديول باند، يعني بتقدر انها تبعت الداتا على 2.4 باند او 5 باند. وال 2.4 جيجا هرتز باند احسن من ال 5 جيجا هرتز باند من حيث المساحه او المدى اللي يقدر يغطيه، وكمان بيقدر يخترق الحواجز بسهوله زي الحيطان مثلا، وده عشان كل ما كانت الترددات اقل كل ما هتقدر تمشي مسافات اكبر. وال 2.4 جيجا هرتز باند مش مخصص بس للواي فاي، بس هو يعتبر الستاندرد باند لاجهزه كتير جدا زي المايكروويف واجهزه البلوتوث وحتى الراديو اللي بتسمعه والاشارات اللاسلكيه، كل ده بيستخدم ال 2.4 جيجا هرتز باند. فهنا الباند هيكون زحمه جدا، فهيسبب انترفيرنس وتداخل بين الموجات والاشارات، وطبعا هيقلل سرعه الواي فاي نتورك. فعشان كده كان لازم يبقى في باند جديد من الترددات يقدر يعالج المشاكل دي، وهو ال 5 جيجا هرتز باند، وهو مش منتشر زي ال 2.4 جيجا هرتز باند، فبالتالي مش هيكون فيه زحمه ولا انترفيرنس. وكل باند بيكون مكون من مجموعه من القنوات اللي هي بنقول عليها وايرلس تشانلز، وده يعتبر المسار اللي هيمشي فيه الداتا. فانت لو شايف ان في انترفيرنس في الواي فاي نتورك بتاعك تقدر انك تغير التشانل. وال 2.4 جيجا هرتز باند بيكون فيه 11 قناه، ومن ال 11 قناه دول في 3 قنوات مش متراكبه مع قنوات ثانيه وبنقول عليهم نون اوفرلابنج تشانلز، ودول بيكونوا مستخدمين في الواي فاي عشان نتجنب الانترفيرنس. فطبعا هنا الاختيارات محدوده جدا، لكن بالنسبه لل 5 جيجا هرتز باند بيكون فيه 25 قناه وكلهم نون اوفرلابنج تشانلز، يعني احتمال حدوث الانترفيرنس بيكون ضعيف جدا، فبالتالي سرعه ال 2.4 جيجا هرتز باند بتكون اقل من الباند ال 5 جيجا هرتز، بس في نفس الوقت المدى اللي بيقدر يغطيه 2.4 جيجا هرتز باند اكبر من المدى اللي بيقدر يغطيه ال 5 جيجا هرتز باند. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض اهم المفاهيم والمصطلحات اللي موجوده في الوايرلس نتورك. دلوقتي لو عندنا مثلا لابتوبين وموبايلين وعايزين نوصلهم كلهم بشبكه واحده، وطبعا هتكون وايرلس نتورك عشان الموبايلات ما فيهاش امكانيات توصيل كابلات ايثرنت، فهنحتاج نستخدم وايرلس اكسس بوينت، ودوره هيكون مركز الوايرلس نتورك، وعن طريقه هتتم عمليه تبادل البيانات بين الاجهزه في الشبكه. والشبكه اللي احنا عملناها دي اسمها بيزك سيرفيس سيت BSS، والاجهزه دي هتقدر تكونكت بالشبكه دي في نطاق معين او مساحه معينه يقدر يغطيها الوايرلس اكسس بوينت ده، والمساحه دي بيكون اسمها بيزك سيرفيس اريا BSA. وبرده لازم تكون عارف ان اي وايرلس نتورك بتكون متوصله في الباك اند بوايرد نتورك، والكونكشن
السكشن اللي بين الاكسس بوينت والوايرد نتورك ده بيكون اسمه ديستريبيوشن سيستم DS. وكمان انت تقدر تقسم شبكات الوايرلس عن طريق انك تعمل VLANs في السويتش اللي موجود في DS او الوايرد نتورك. طب ازاي الاجهزه تتواصل مع بعض بالوايرلس نتورك؟ الاكسس بوينت بيبتدي انه يبث اشارات وايرلس عن طريق الراديو ويفز على شكل فريمز، واي جهاز في الرينج اللي يقدر يغطيه الاكسس بوينت ده هيقدر انه يشوف الفريمز دي. والفريمز دي عشان تكون عارف بيكون ليها اسامي كتيره قوي، زي وايرلس فريم او 802.11 فريم او بيكون فريم، وبيكون جواها حاجات كتيره قوي، بس اهم حاجتين هنركز عليهم هما البيزك سيرفيس سيت ايدنتيفاير الBSSID والسيرفيس سيت ايدنتيفاير الSSID. الBSSID هو عباره عن يونيك نمبر، يعني رقم مش بيتكرر عشان بيكون معتمد على الماك ادرس، والرقم ده احنا كبشر مش بنتعامل بيه، بس الاجهزه هي اللي بتتعامل بيه، لكن احنا بنتعامل وبنشوف الSSID اللي هو اسم الشبكه الوايرلس. ودول المعلومتين اللي انت وجهازك محتاجهم عشان تقدر تكونكت باي شبكه وايرلس. وزي ما قلنا قبل كده في حاله الاكسس بوينت ان في المولات والشركات والمباني الكبيره بنحتاج اننا نكبر رينج الشبكه، وده بيحصل عن طريق اننا بنستخدم اكتر من اكسس بوينت وفي الاخر نوصلهم ببعض. والشكل اللي قدام منك ده بيكون اسمه ESS Extended Service Set، وفي ESS كل اكسس بوينت بيكون ليه BSSID مختلف، عشان زي ما قلنا هو رقم يونيك ومش بيتكرر خالص، بس نقدر اننا نستخدم نفس الSSID عشان لو غيرناه انت كيوزر هتحتاج انك كل ما تطلع من رينج الاكسس بوينت والديسكونكت بالاكسس بوينت ده انك تعمل كونكت من تاني على اللي بعده. فاكيد ده مش حل منطقي، بس اللي بيحصل انهم بيكونوا نفس الSSID عشان انت مهما اتحركت تفضل كونكتد بالشبكه الوايرلس، بس طبعا اللي بيتغير من اكسس بوينت والتاني هو الBSSID. طيب كده احنا الحمد لله خلصنا النهارده، وكمان الحمد لله خلصنا جميع التوبكس اللي كان مطلوب شرحها في خلال الكورس. بس حابب بس اوضح نقطه معينه لبعض الطلاب، وهي ان مش معنى ان انت اخدت كورس نتورك فاندمنتالز اند كونسبتس اللي حضرتك درسته معايا ده من A to Z يبقى كده انت مهندس شبكات. لا طبعا، امال ايه يا باسل؟ انا كده هكون ايه؟ كده حضرتك انت جاهز انك تبدا مجال السايبر سيكيورتي، يعني انت من ناحيه السايبر سيكيورتي خلاص كده انت تمام، مش محتاج من ناحيه الشبكات انك تتعلم اي حاجه تانية الا لو انت عايز تزود احترافيه اكتر. شوف انا بقول ايه، لكن من ناحيه النتوركينج بشكل عام فطبعا دي اساسيات فقط، ولازم انك تكمل بقيه الرود ماب بتاعه الشبكات. ومن ناحيه الاي تي نفس الكلام، انت كده جاهز انك تبدا مجال الاي تي، تبدا مجال السايبر سيكيورتي، تبدا مجال النتوركينج. ولكن بالاخص لطلاب السايبر سيكيورتي انت بقى مش لازم تكمل دراسه شبكات، شكرا على كده، كفايه عليك الكورس ده وتوكل على الله وكمل دراسه السايبر سيكيورتي. فلو حضرتك اخدت اساسيات لينكس واساسيات الشبكات اللي لسه شارحينه ده، كده انت فاضل لك لغه برمجه واحده على الاقل وتكون جاهز انك تبتدي تدرس الرود ماب بتاعه الباج هانتر او اي تخصص من تخصصات السايبر سيكيورتي. ولكن بالنسبه للنتوركينج اللي عايزين يتخصصوا شبكات انت محتاج تكمل للاسف بقيه الرود ماب، والرود ماب طبعا هتكون طويله جدا. وبالنسبه للاي تي انت برضو محتاج تكمل الرود ماب بتاعه الاي تي، ولكن تاني باكد اهو بالنسبه للسايبر سيكيورتي تمام قوي عليك كده، مش محتاج انك تكمل دراسه شبكات تانية، كفايه كده عليك اساسيات الشبكات. وتوكل على الله وربنا يوفقكم جميعا في جميع التخصصات، واشوفكم في كورس جديد ان شاء الله، ويا رب تكونوا استفدتوا مني وبخبرتي كتير. ولو احتجتوا اي حاجه ابعتوا لي على منصاتي على السوشيال ميديا وان شاء الله واكيد هرد عليكم سواء انا او اي حد من التيم. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.